كشفت مصادر أن إدارة فريق اتحاد العاصمة قررت اتخاذ إجراء صارم بخصوص مباراته ضد فريق نهضة بركان المغربي بعد رد الكاف الصادم والخارج عن القانون. وأفادت مصادرنا بأن فريق اتحاد العاصمة وبعد قرار الكاف قرر رفع الدعوى القضائية غدا الاثنين في محكمة التحكيم الرياضية بسويسرا. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد أصدر بيانا يؤكد فيه أحقية فريق نهضة بركان المغربي بارتداء القميص الذي تظهر فيه خريطة بلاده الوهمية. ولم تأتي الكاف بأي قانون يثبت أحقية نهضة بركان المغربي في حمل خريطة بلاده على قمصانه. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عن تمسك الفاف بموقفها وهو رفض أن يلعب نهضة بركان بهذا القميص، مشيرا إلى أن موقف الفاف واضح ولن يتراجع ومستعد للذهاب إلى أبعد الحدود. وقامت الجمارك الجزائرية بمطار هواري بومدين باحتجاز بطريقة قانونية لأقمصة الفريق المغربي والتي كانت بها خريطة سياسية تضم أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. واقترحت الفاف اليوم الأحد قمصان جديدة لا توجد فيها شعارات سياسية للمنتخب المغربي، حيث أن قوانين الكاف تعطي الحق للجزائر برفض تلك القمصان، وهي نفس القوانين التي تنص عليها الفيفا في المادة الرابعة، حيث يمنع استعمال أي رموز سياسية أو دينية وما يميز بين أي بلد أو شخص أو مجموعة بسبب العرق والدين والسياسة. وعلى الرغم من ذلك يهدد فريق نهضة بركان من عدم خوض المواجهة مع اتحاد العاصمة بملعب 5 جويلية إلا باللعب بذات القميص الذي يحمل خريطة مشبوهة. ومن المفروض أن يواجه اتحاد العاصمة اليوم بملعب 5 جويلية وعلى الساعة 8 مساء فريق نهضة بركان المغربي في إطار نصف نهائي منافسة كأس الاتحاد الإفريقي. وعربت عدة أندية جزائرية مساندتها لممثل الجزائر في كأس الكاف باتحاد العاصمة في وجه الاستفزازات والأساليب الغير رياضية التي لجأت إليها بعثة نادي نهضة بركان المغربي.